اخواتي مبرمجين اولى ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشرح الدرس الرابع في الفصل السادس. يلا بينا نقول بسم الله. بسم الله. طيب اول حاجه عندنا في الدرس بيقول لك التمثيل الرقمي للاحرف. يعني ايه بقى التمثيل الرقمي للاحرف؟ اول حاجه عندنا مصطلح اسمه رمز الحرف او كاركتر كود، وبيقول لك قيمه رقميه فريده يتم تعيينها لكل حرف رمز الى اخره. طيب نظام رموز الأحرف هو بيقول لك يلخص التحويلات بين الأحرف ورموز الأحرف الخاصة بها. في حاجة عندنا بقى حاجة اسمها الاسك كود أو جدول الاسك كود اللي هو دوت. إيه بقى جدول الاسك كود ده؟ بيقول لك فقط للأحرف الإنجليزية الأبجدية الرقمية، زي من 0 ل 9 ومن A to Z سمول ومن A to Z كابيتال. دي زد كابيتال، خلي بالكم مش عارف اللي جابها سمول. الرموز واحرف التحكم، رموز تستخدم للتحكم في الكمبيوتر وندعم اللغات الاخرى. بص من الاخر كده، من الاخر احنا قلنا الكمبيوتر ما بيفهمش غير زيرو وحايد، زيرو وحايد، ما بيفهمش اي حاجه غير زيرو وحايد. طيب مش احنا ساعات في الكمبيوتر مثلا بنكتب حرف ايه، دي، سي، اف، زد، اي حاجه، بيترجم بقى الحروف دي لزيرو وحايد. تعال نشوف بقى بيترجم الحروف دي لزيرو وحايد ازاي. بص يا باشا، عندنا جدول اسمه الاسكو كود. هل الجدول ده حفظ؟ لا مش حفظ، هو هيجي في الامتحان اصلا هتلاقيه كاتبه لك بالظبط كده زي ما هو ومديك اسئله عليه. طيب اول حاجه عندنا بيقول لك هنا مثال: حول السلسله النصيه هلو الى رمز ثنائي ورمز سادس عشر. طيب دلوقتي احنا هل الكمبيوتر بيفهم هلو دي؟ لا، هو بيفهم زيرو وحايد، فبيعمل ايه؟ بيحول الكلمه دي لزيرو وحايد علشان يفهمها. طيب هنا بيقول لك ايه؟ حول الكلمه دي الى رمز ثنائي ورمز سادس عشر. طيب تعال نقسم كده، دي كده نصين. اول نص عندنا في المساله وهو رمز ثنائي، فطيب هلو دي هنحولها ازاي بقى؟ اول حاجه هنفرشها اتش اي ال ال او. طيب الارقام دي جت منين؟ جت من الجدول، جت من الجدول. هنيجي عند الاتش، هندور على الاتش فين في الجدول. الاتش اهيت. هنعمل ايه بقى؟ هنمشي. بص، هو الجدول هنا مديك حاجه اسمها الباينري والهكس ديسيمال. الباينري ده اللي هو النظام الثنائي، والهكس ديسيمال ده اللي هو ايه اللي خدناه في الدرس اللي فات، النظام السادس عشر. طيب هنا عشان بقى نحول الاتش دي لنظام ثنائي او نظام سادس عشر ايا كان، هنعمل ايه؟ هنمشي بالعرض وبالطول. هنمشي بالعرض هنا هنلاقي، تعالى كده على الاتش على الاتش على الاتش على الاتش، نروح للنظام الثنائي. الهكس ديسمال لا ده نظام سادس عشر، كبر دماغك. نروح للنظام الثنائي هنلاقي ايه؟ 0 0 0 1. نعمل ايه بقى هنا؟ هنقسم دي نصين. احنا بص اكننا مش كاتبين دي، هنكتب 0 0 0 1 وبعد كده هنطلع نجيب بالطول 0 0 1 0، نقوم كاتبينها هنا 0 0 1 0. نيجي للاي، ندور على الاي على الاي اهيت بالعرض 1 0 1 0 1 0 1 0 اللي انا عملته ده 1 0 1 0. طب تعالى بقى بالطول، الاي دي نطلع بالطول 0 1 1 0 0 1 1 0. تمام. نيجي هنا لل هل مديك هنا ال كابيتال ولا ال سمول؟ لا ال سمول. ندور على ال دي، لا دي ال كابيتال. طب فين ال سمول؟ ال هيت. طيب نيجي هنا بالعرض 0 0 1 1، هنلاقي اول حاجه عندنا 0 0 0 1 0 0 1 1. طب نيجي بالطول 0 1 1 0 0 1 1 0 زي الفل كده. ال هي برضه نفس الكلام دوت. نيجي للاو، فين الاو السمول؟ اهيت بالعرض 1 1 1 1 1 1 1 1 اهيت. نيجي بالطول هنلاقي 0 1 1 0 0 1 1 0. تمام، يبقى احنا كده عرفنا ازاي نحول لنظام ثنائي. طيب تعالى بقى نحول لنظام سادس عشر. نيجي للاتش، الاتش اهيت هيمشي برضه بالعرض وبالطول. نيجي هنا بالعرض، هنخش على النظام الثنائي. لا خلاص احنا النظام الثنائي ده الباينري ده خلصنا. بيقول لك هنا حول للنظام السادس عشر. فالنظام السادس عشر ده اللي هو الهكس ديسمال، مديك طبعا ارقام بالطول وارقام بالعرض. احنا قلنا الهكس ديسمال ده اللي هو من ايه؟ اللي هو من 0 لاف، الاف دي اللي هي 15. طيب احنا قلنا اول حاجه الاتش، اول حاجه بالعرض، تعالى 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 8، فهتبقى هنا 8. ونيجي بالطول 4، تبقى 8 4 8 4 اهيت. نيجي هنا للاي، اول حاجه بالعرض العرض 5 وبعد كده 6، هتبقى 5 6 5 6. ال
فين ال اول حاجه بالعرض اللي هي سي، هنطلع للطول 6 تبقى سي 6، وطبعا ال زيها فهتبقى سي 6. هنيجي هنا للاو اف 6، الاف دي اللي هي الرقم اللي على العرض، و6 دي اللي هي الرقم اللي بالطول. فتعالى كده الاف، فين الاف؟ اف ايه؟ هلو الاو سوري، الاو السمول اهي. تعالى هنا بالرقم اللي على العرض هنلاقي اف، وبالطول هنلاقي 6، فتبقى هنا اف 6. تمام، احنا كده عرفنا ازاي نحول اي حرف او اي كلمه او اي جمله في الدنيا لنظام ثنائي او نظام سادس عشر. بنحوله ازاي؟ من الجدول بتاع الاسكو كود. هل الجدول الاسكو كود ده المفروض نحفظه؟ لا، ما تحفظوش، هو مجرد للفهم، بتفهم هو ماشي ازاي مش اكتر. طيب بيقول لك هنا ايه حاجه اسمها مصطلح اسمه اليونيكود. هو بيقول لك هو معيار ترميز احرف يجمع الاحرف من جميع انحاء العالم في رمز حرف واحد نظرا للاختلافات في تعيين الرمز. هناك اختلافات مثل اللي هو حاجه اسمها يو تي اف 8 ويو تي اف 16. يعني هو من الاخر كده هي حاجه بيجمع لك كل لغات العالم في حاجه واحده اسمها يونيكود. نيجي بقى للانكودنج. الانكودنج دي هي تمثيل سلسله برموز الاحرف، والعكس اللي اسمها ديكودنج اللي هو فك التشفير. يبقى انكودنج دي اللي هي بتشفر، وديكودد دي اللي هي بتفك التشفير. ايه بقى الكاركتر كوربشن ديت؟ هي ظاهره تحدث بسبب عدم تطابق اساليب التشفير وفك التشفير. يبقى ساعات مع الفك التشفير اللي هي انكودنج والديكودنج بيحصل عدم تطابق بينهم، فعدم التطابق ده بيتسمى ايه؟ بيتسمى كاركتر كوربشن. طيب تعالى هنا بقى، بص يا باشا، هو في الامتحان بقى هيجيب لك بالظبط حاجه زي دي كده كده بالظبط كده، بيديك الجدول. هو هنا طبعا يعني هو ده كده احنا دخلنا على المسائل، فهو هنا الجدول هو مش مطالب انك تحفظه، هو بيديهولك كده في الامتحان وبيديك شويه اسئله عليه. طبعا بقى الاسئله هتبقى ايه ايا كان ام سي كيو بقى، مثلا لو في سؤال مقالي ولا حاجه، بس هيديك الجدول كده زي ما هو. بيقول لك هنا يستخدم جدول رموز الاحرف. جدول رموز الاحرف ده اللي هو ايه؟ اللي هو الاسكو كود اللي على اليسار ده، للاجابه على الاسئله التاليه. اول سؤال، استخدم النظام الثنائي. النظام الثنائي ده اللي هو الباينري سيستم. رمز الحرف الام. اول حاجه هنعمل ايه؟ هندور على الام. فين الام؟ هل دي كابيتال ولا سمول كابيتال؟ يبقى فين الام الكابيتال؟ دور معايا دور معايا، انا مش شايف الام اهي. هنمشي بالعرض وبالطول. العرض اللي هو دوت 1 0 1 1 1 0 1 1. طب نطلع بالطول 0 0 1 0 0 0 1 0. تمام، يبقى كده احنا كده حولنا رمز الحرف ده للنظام الثنائي. طيب يقول لك انا استخدم النظام السادس عشر لتمثيل رمز الحرف لملك. طيب ملك هنعمل ايه بقى؟ هنقسمها ام كابيتال، اي كابيتال، ال كابيتال، كي كابيتال، وكله كابيتال. طيب تعالى نمسك اول حاجه عندنا اللي هي الام. ماشي، الام دي هو بيقول لك انا هحول نظام سادس عشر. هنمشي عرض طول. عرض دي تعالى نحلها بالاسود احسن عشان ما نتلخبطش. تعالى نقسم دي ونطلع 4. الاي فين بقى؟ الاي فين؟ الاي فين؟ الاي اي كابيتال، اي اهي دي اي كابيتال. عرض طول، عرض 9 طول 4 ايه 4 ماشي. ال عرض طول يبقى سي 4 سي 4. الكي بي 4 بي 4. فهتبقى حلها ايه بقى؟ ايه بي 4 سي 4 9 4 دي 4. يبقى ده الحل بتاعها كده. تمام، بناخده بعد كده نفرشه على الجنب. طيب هنمسح بقى دي كده. بيقول لك هنا ايه؟ مديك هنا سلسله حروف او سلسله او جمله بالسادس عشر بنظام السادس عشر، وبيقول لك حولها لاحرف. يبقى ده كده زي اللي احنا عملناه، بس هنعكس بقى هنحولها لكلمه. طيب اول حاجه نعمل ايه؟ نقسمها لكل رقمين لوحدهم. يبقى احنا كده ده 1 2 3 4 5. عرفنا ان الكلمه دي تبقى من 5 حروف. طيب ممكن ما تبقاش من 5 حروف، هنشوف دلوقتي. اول حاجه عندنا ال4 سي. ال4 سي دي اللي هي ايه؟
اول دي بص يا باشا، الفور سي دي اللي هي ايه؟ سي ده عرض، الفور طول، تمام؟ فهنا يا باشا الفور سي دي بقى اللي هي ايه؟ تعال احنا قلنا السي دي العرض والفور الطول، تعال ندور على السي. السي هنا سي كابيتال، فين السي كابيتال؟ سي 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 كابيتال اهي، سي، والطول اللي هو الأربعة، فهتبقى الأربعة ديت، فهنشوف المقابل ليها سي 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 اللي هي الكي. طيب أنا عايز أمسح بس ده كله كده عشان إيه؟ عشان هي مش تبقى الكي أصلا. سي ال ليست كي، شفت؟ عشان أنا كنت متلخبط. ال، تمام؟ وال الكابيتال. طيب 6 اف، اف عرض 6 طول، اف عرض 6 طول، فين الستة طول اهي؟ في المقابل ليها او، او سمول. طيب 7 دي، فين ال 7 دي او ال 6 دي اللي هي عرض 7 طول، 6 6 6 6 7، فين السبعة؟ 7 7 7 7 الاخر اهي في 6 5 عرض 6 طول، 5 عرض 5 عرض 6 طول، اي 1 6 عرض 1 طول، فين الواحد؟ واحد هنا لا يدعم اي حاجه، الجزء بتاع الزيرو واحد لا يدعم اي حاجه. ليه؟ لانه اصلا ده لغه الكمبيوتر، فكده كده اصلا الكمبيوتر فاهم الكلام دوت. هتبقى هنا طبعا لا يدعم اي حاجه، فهتبقى هنا الكلمه عندنا لاف، حب. بيقول لك هنا ما هو رمز الحرف الايه في الثنائي؟ في الثنائي اللي هو الباينري وهنا مديك ايه سمول. طيب ايه فين الايه؟ فين الايه اللي سمول اهيت؟ احنا قلنا عرض طول، عرض دي اللي هو 1 0 0 0 وطول اللي هو 0 1 1 0، يعني كده صح كده 0 1 1 0. نعمل 2 عشان نعرف اللي بيصحح ان ده نظام ثنائي. طيب ما هو الرمز المقابل لرمز الحرف دوت؟ بنعمل ايه؟ بنقسمه نصين، نيجي على كده احنا قسمناه نصين، هنقسمه كويس ماشي. نشوف ده في انهي حته في الجدول ده. احنا قلنا عرض، اول حاجه عرض، تاني حاجه طول. العرض 0 3 وحيد، فين؟ 0 3 وحيد 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 اهو، صح كده؟ ما هو الرمز المقابل؟ فهيبقى في الصف دوت، هيبقى في الصف دوت. طيب ما ونيجي بقى لده 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 اهو، هيبقى في العمود ده. شفتوا تقاطع فين؟ تقاطع على السيمبل دوت، فهيبقى الرمز دوت، ده الحل. طيب ما هو الرمز المقابل لرمز الحرف سي 5؟ طيب هو هنا بيقول لك ايه؟ ده في النظام السادس عشر 16 بنقسمها نصين، عرض طول. السي دي اللي هي العرض، الخمسه دي اللي هي الطول. طيب نيجي للسي العرض، فين السي اهي؟ فهتبقى في الصف دوت. طب تعالى للطول، الخمسه اهيت، فهيتقاطع فين؟ نمشي 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 هنا كده، وهيطلع هنا كده للخمسه، يبقى هيتقاطع في الرمز دوت. الرمز ده انا مش عارف، بس هو رمز غريب، بس هو ده الحل يعني. ماشي. بيقول لك هنا ما هي سلسله الاحرف المقابله لرمز الحرف ده؟ هنعمل ايه؟ هنقسم، دي شكلها كلمه كبيره قوي، نقسم كل حاجه الرقمين. شكلها كلمه كبيره بجد، مش يعني، بس هنشوف. طبعا احنا قلنا اي حاجه هنا مكونه الرقمين، اول رقم عرض تاني رقم طول، اول رقم عرض تاني رقم طول. ماشي تعالى نمسك من هنا بقى، عشان طبعا الكلمه بتبقى بالانجليزي فبتبتدي كده. 8 4 طول عرض، فين الثمانية؟ 8 ده الثمانية ده اللي هو العرض اهو، 4 طول، فهتبقى هنا اتش. اول حاجه عندنا هنا اتش. 6 1 6 عرض 1 طول. واحد ده طبعا لا يدعم اي حاجه، عشان هو كده كده اصلا الكمبيوتر بيفهم زيرو وحيد، فكنسل دي خالص، كنسلها خالص. نيجي للسبعة 2 2 ثانيه كده، لا انا غلطت. واحد عرض 6 طول، واحد عرض تمام 6 طول، فهتبقى ايه؟ هنا احنا قلنا اول حرف اتش، هنا ايه
7 2. ال2 دي اللي هي العرض، 7 دي اللي هي الرأسي اهو. كيو ماشي. 6 9. 6 عرض. ايه ده؟ 6 9. 9 عرض. 9 عرض و6 طول. 6 طول. 9 عرض. نمشي 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 لحد ما نقابل الستة. 9 9 9 هتبقى اي. اي 6 اي. اي ل6 ان. 6 5. 5 و6. 5 و6 اي. 7 ايه او تعالى نقول بقى A7. يعني A7 عشان احنا بنبتدي عند ال A7 اخر حاجه. لا ثانيه. AZ 7A او 7A 5 7 ماشي. فين ال 5؟ 5 اهي. فين ال 7 اخر حاجه؟ نمشي هنا 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 هتبقى اليو. دي 6. فين الدي اهيت. فين الستة؟ الام. 9 6. فين التسعة؟ 9 6 اللي هي الاي. طبعا هو مديك الجمله دي اللي هي هاكنزيومي، طبعا انا مش فاهم يعني ايه بس هو ده الاجابه. طيب بيقول لك هنا احسب حجم البيانات التالي. حجم البيانات عند ادخال كلمه ويلكم، حجمها اللي هو ايه بقى؟ تعالى هنا 1 2 3 4 5 6 7. هنا مكونه من 7 ارقام او 7 بايت. طبعا عشان احنا عايزين نحول الحجم لبت فبنعمل ايه؟ 7 في 8. 7 في 8 الناتج اللي هيطلع ده هو ده بت. هو ده الاجابه. طيب تعالى نحل السؤال ده بقى. هو نفس السؤال اللي فات واللي قبله، يعني هو نفس السؤال بيديك برضو جدول وبيديكش عليه شويه ايه؟ اسئله. طيب بيقول لك هنا ايه؟ مديك هنا حرف الواي، دي واي كابيتال، وبيقول لك بالصيغه الثنائيه حولها للصيغه الثنائيه اللي هي ايه؟ الباينري. اللي هي الباينري. طيب فين الواي هنا؟ تعال ندور عليها اهي. عرض طول. عرض دوت 1 0 0 1. طول اللي هو 1 0 1 0. طيب ما هو الحرف المقابل لرمز الحرف كذا؟ بنقسم ده كده نصين. نشوف اول حاجه عرض طول. فين العرض هنا؟ اهو اف. نمسك الطول 0 1 1 0. فين 0 1 1 0 6 او اف او سمول. ثانية كده ايه اف؟ لا 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 سوري جدا جدا جدا. هتبقى هنا سوري. وهنا عرض طول. ده العرض يبقى في الصف دوت. ده الطول يبقى في الصف ده اهو. يبقى هنا الاو او سمول. ما هو الحرف المقابل لرمز الحرف 2 يعني 2 7 اللي هو الهكساديسمال. فالهكساديسمال هنا. هكساديسمال هنا 2 7. عرض طول. عرض طول كيو. ما هي سلسلة الأحرف المقابلة لرمز الحرف كذا؟ بنعمل إيه؟ بنقسم ده كده. وبعد كده إيه؟ عرض طول 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 عرض طول. تعالى هنا 4 5. تعالى نحلها على طول يلا. 4 5. 4 عرض 5 طول اس. 4 عرض 5 طول تي مش اس سوري. تي 8 6. 8 6 اتش 6 1 1 6 ايه 6 اي 6 اللي هو ان 6 بي 6
دوك ايه؟ انا اتوقع الاقي ثانك يو، يعني اتوقع بقى 5 9 9 5 شكلها كده ثانك يو. 6 اف او اف 6 اف 6 7 5 5 7 صح ثانك يو عيب عليك. 2 1 1 2 علامة تعجب، يبقى ثانك يو بعلامة تعجب كده. طيب حجم البيانات عند كتابة كلمة كذا، بنعد الحروف كلها. دي كم حرف؟ هابي سعيد اللي هو أنا. 5 ده كده 5 حروف. وبيرث داي 1 2 3 4 5 6 7 8 بلس 5 13 في بص ده 13 بايت تمام، في 8 والناتج اللي هيطلع بقى ايا كان ده هيبقى بت. كده احنا خلصنا شرح الدرس الرابع بتاع الاسك كود ده. قلت لك ده مش حفظ، ده فهم، هو هيجبرك كده في الامتحان وهيديلك عليه شويه مسائل، والموضوع كله ايه ماشي ايه عرض طول عرض طول. انت هعلمها كده اي رقمين 4 5 عرض طول، 8 6 عرض طول، انت علمها كده عرض طول تمام. لو علمتها كده بالطريقه اللي انا حليتها دي هتعرف تحل اي سؤال على الاسك كود. نتقابل في الدرس الخامس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.